انا النهارده ان شاء الله هعمل المسقعه في الاير فراير. هقلي البتنجان في الاير فراير زي ما انتم شايفين كده. انا مقطعاه قطع صغيره ماشي، ورصاه كده. هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخليهمش لازقين في بعض. انا رصاه، لو في اي مكان كده فاضي بلزق فيه حته بتنجانيه كده. هتقولي لي انت ليه مقطعه صغيره؟ انا بحب اقطع البتنجان صغير، حتت صغيره كده، عشان تبقى قد اللقمه، وكمان علشان العيال يا دوبك يعني بياخدوا الحته في اللقمه ما بيقطعوهوش، تبقى على قد اللقمه كده على طول. في العادي طبيعي انا بقطع البتنجان بتاع المسقعه حتت صغيره كده، يا دوبك القطعه قد اللقمه. بعمل ايه تاني؟ بدهنها زيت ماشي. انا بقطع البتنجان، بقطعه في حاجة تانية كده، وبروح رشه شوية زيت كده عليه. بحب ارش شوية زيت كده بالفرشة كده، بنطوة شوية زيت. وبعدين بروح رصه زي ما انتم شايفين. بقلبه طبعا، بقلب البتنجان في بعضه بشوية الزيت، اللي انا معلقة زيت كده على البتنجانية، واروح رصاها كده. بشغل الاير فراير على درجة حرارة 200. اول حاجة بخليها 13 دقيقة، بعدين بروح قلباه على الوش التاني 5 دقايق. يطلع معايا بقى كده البتنجان زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله مقلي. وعلى فكرة بصوا، نسبة الزيت بسيطة خالص في ايدي اهي، وكمان بيلمع، وبسم الله ما شاء الله مستوي وزي الفل. طبعا انت حابة تزودي التحميرة شوية، بس انا شايفة ان هو كده متحمر حلو قوي. حتى لو هتلاحظوا ان كمان في حتت كده اللي متقطعة رفيع شوية بتحمر زيادة. بس ادي البتنجان او المسقعة في الاير فراير.